السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. طبعا داخل مؤسسة راميتال رامي سليمان احنا دايما كنا بنتكلم في المميزات والحاجات الكويسة، وبعد كده بنتكلم في المشاكل اللي ممكن تواجهها. بس المرة دي أنا حابب برضو يعني إيه أتكلم معاكم في المشاكل اللي قابلتنا الأول، وبعد كده أفرجكم على المطبخ برضو ورأيكم يهمني. طبعا احنا كام مرة وأكتر من مرة باشمهندس رامي اتكلم في النقطة دي أكتر من مرة، واللي هي إن أنا الحوض عندي هنا بيبقى قريب من زاوية الركن. طيب دي من أكتر المشاكل اللي ممكن تقابلنا، ومن المشاكل الصعبة اللي بيبقى بتاخد مجهود في حلها، لأن هي بتهدر معايا مساحة. المساحة عندي تعتبر مفيش استغلال خالص، ركنة الزاوية دي كلها تعتبر مفيش خالص، بسبب حاجة بسيطة، تريكاية بسيطة خالص احنا ممكن نعملها، إن احنا يا نعمل صرف الحوض من تحت، او نخلي صرف الحوض يبعد عن الزاويه دي اقل حاجه متر متر و10، بس ان انا اقدر استغل. لان انا هنا عندي سنتر الحوض هنا في مساحه اقل من متر، هنا انا اضطريت ان انا اضيع كل المساحه هنا. طبعا بفضل الله احنا قدرنا ان احنا نحل المشكله وسيطرنا على الموقف، ولكن احنا يعني بنفضل ان احنا يكون سنتر الحوض بعيد عن الجدار خالص، الحيطه خالص، لان كده طبعا زي ما انتم فاهمين يعني نقدر نقول دي من المشاكل الكتير قوي 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 المفروض نخلي بالنا منها. ليها حلين، او ان الصرف بتاع الحوض يبقى من تحت، او حد يكون متخصص او مهندس متخصص في الحته دي بالذات يتكلم فيه في تاسيس السباكه، لان السباكه اول حد بيخش المكان. نفرجكم بقى على المطبخ الجميل ونرجع للموضوع ده تاني. طبعا هنا في البدايه النيش الجميل ده بالاضاءات دي، ده في البدايه انا اكتر حاجه حاولت ان انا احافظ عليها اللي هي المساحه دي، ان دي تبقى اكتر من 60، هي بل اكتر، ممكن تكون اكتر من 80 كمان المساحه دي، بحيث ان انا اكون بتحرك براحتي وبدخل براحتي، شايل حاجه او لاخره، مفيش اي حاجه ايه تبقى عائق معايا. طبعا هنا التاتش الجميل طبعا بالاضاءه برقصه، حاجه بتبقى شيك جدا في داخله المطبخ، وبتبقى ممتازه خالص من حيث الاستخدام ومن حيث الشكل ومن حيث كل حاجه، بالاضاءات بتاعتها الجميله بكل الكلام ده. طبعا لو جينا هنا شويه، حاجه دايما بتكون لازم تكون في كل مطبخ، ما فيش مجال ان هي ما تكونش موجوده ابدا، وهو النيش بتاع النظافه، لانه بيلم حاجات كتير قوي ممكن تكون عامله معايا كعبله في المطبخ ودوشه، فبقدر المستطاع ان احنا بنحاول نلمها. ده نيش النظافه. هنا طبعا مكان المقشات والطريقه بتاعتها كده بتبقى الامور سهله خالص، ولا بتقع ولا اي حاجه، لان احنا سندنا من فوق. وهنا الرف بتاع الصواني، اللي هي الصواني بقى اللي هي ايه ما تكعبلش معايا الدنيا برضه، كل لمها كلها في مكان واحد وتبقى الدنيا معايا متساويه، وابقى استغليت المساحه اللي هي جنب التلاجه. هنا التلاجه طبعا العميله بتاعتنا كانت حابه مش حابه ان الظروف تكون قلاب، هي حابه ان الضرفتين زي ما حضراتكم شايفين كده، هي حابه ضرفتين مفصلي زي ما حضراتكم شايفين، مش حاباها قلاب. فطبعا مطبخها واللي نفسها فيه كله لازم نعمله ايه، تمام. ولكن هي في استخدام المساحه كويسه جدا وواسعه جدا، وهتفيد معانا في حاجات كتير قوي. حاجه مهمه سريعا كده، الناس كلمتنا كتير عن التهويه والثلاجات. على فكره يا جماعه الثلاجات دي التهويه التبريد بتاعها بيبقى منها فيها اصلا، يعني الثلاجات الحديثه دي كلها مفيش فيها شبك من ورا اللي هو تهويه من الهواء، ولكن احنا محافظين هنا برضو. لو جينا نبص هنا في تهويه هنا كتير، ولكن احنا عشان نخليها بلت ان في الشكل العام احنا اضطرينا ان احنا نعمل كده بس. ولكن الثلاجه واخده راحتها في التهويه جدا، ومفيش منها اي قلق ومفيش منها اي خوف. بالنسبه للركنه اللي هنا دي، ركنه مستغله جدا جدا جدا، انا واخد المساحه دي كلها هنا واسعه خالص، يعني ما شاء الله اللهم بارك يا رب، براحتكم خالص يعني. ودي بعتبرها من اهم الاجزاء في المطبخ اللي هي الركنه دي، لان هي بتشيل عني كتير قوي. الادراج، وده طبعا تقسيم الدرج، تقسيم بقى المعالق والشوك والحاجات اللي هي الجميله دي. طبعا مش عايز تنسوا طبعا ان هنا المقبض مخفي، يعني انا عندي هنا المقابض فوق بلت ان من هنا، ودي هنتكلم عنها، والمقبض هنا يوم مخفي مفيش فيه اي كلام، اللي هو مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه اسمها مقبض باين او لاخره. طبعا بفضل الله داخل مؤسسه راميتال باشمهندس رامي سليمان، يا رب ربنا يكرمه ويبارك له، عودنا على كل الكلام ده. ضرب مساحه ممتازه وما شاء الله يشيل معايا كتير خالص 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 وبراحتنا، وادي التقسيم يعني حاجه ممتازه بفضل الله. يعني نقدر نقول اللي بتحلم بيه
العميله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله بيكون موجود. الشفاط هنا واخد معايا مساحه ما شاء الله، ولكن كان عندي مشكله هنا بس قدرنا الحمد لله بفضل الله ان احنا نحلها. احنا لما جينا رفعنا مقاسات المطبخ ده ما كانش موجود غاز، ما كانش يتنفذ الغاز، ولكن لما احنا جينا نركب الشغل اتفرض علينا وضع اللي هو الغاز هنا، فاحنا قدرنا ان احنا نعمل له خلع في الشفاط بتاع ثانيه كده هنا عبده. عملنا خلع في الشفاط هنا ان احنا الماسوره منعزله تماما عن المطبخ. انا عايز افكها صيانه، اشيلها، اعمل اي حاجه، هي منعزله تماما عن المطبخ، فمش عامله معايا اي عائق في اي حاجه. تمام. طبعا ده الشفاط بتاعنا الجميل، واللي القناه بتاعتنا رامي سليمان في فيديو ليه بالشرح بتاعه وكل الكلام من ده. طبعا هنا الاضاءه بتاعته، هنا التشغيل بتاعه حاجه كده بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك. طبعا هنا الركن العلوي نفس استخدام المساحه، واخده الزاويه دي. وكان عندي برضو هنا العمود، انا العمود هنا خلع في الركنه، يعني انا مخلع للركنه في العمود بحيث ان الشكل يطلع في الاخر زي ما حضراتكم شايفين كده. فبفضل الله الحمد لله يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما ننساش اي حاجه، وان احنا نكون ماشيين راضيين عن الشغل. بيفرق معانا اشتغلنا قد ايه، ساعه 2 يوم 2 3، وناس كتير بتتضايق من الموضوع ده، ولكن احنا برضو مش هنمشي الا واحنا راضيين عن الشغل. طبعا مش عايز اقول لكم بقى هنا التحفه الفنيه اللي انا مش عايز اتكلم عنها اصلا، هي تقريبا يعني هي بتتكلم عن نفسها. حاجه جميله قوي وظريفه في الزاويه بتاعت المطبخ، في النهايه من هنا والنهايه من هنا والنهايه بره هنا، بالليد الجميل بالاضاءه الجميله، فبتدي معاه لمسه ممتازه خالص ومنظر يعني الواحد يحب يشوفه بفضل الله. تمام. نفس القصه هنا، وبرده من حيث الاستخدام كبيره في الاستخدام برده، كوبايات حاجه كده يعني بستخدمها في حاجات كتير برده، وفي نفس الوقت مدياني لمسه جميله خالص وشيك وزي الفل. تمام. نيجي للركنه اللي هنا، نفس برده الاستخدام، ركنه واسعه ما شاء الله، استخدام مساحه ما شاء الله يعني فوق المعتاد بفضل الله. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين العمليه بتاعتنا تتمنى واحنا نعمل اللي نفسها فيه كله. بنقابل مشاكل كتير، ولكن بفضل الله مش بنقول شطاره مننا، لا احنا هنقول اولا واخيرا توفيق من ربنا. ادي هنا الجزء ده المطبقيه، وهنا العمليه بتاعتنا كان ليها راي مختلف تماما هنا، اللي هو انا مش عايزه مطبقيه. طب ازاي؟ هي مطبخها ومملكتها وهي اللي هتقعد فيه اكتر وقت ممكن طول اليوم، فحضرتك تطلبي واحنا ننفذ. فهي ما حبتش، هي حبت ان تكون المطبقيه جزء عادي زي بقيه الاجزاء، هي يعني رايها كده، ويعني هي حابه كده، فاحنا معاها في اي حاجه. طبعا مش احنا اتكلمنا في ده، نفس النهايات هنا، نفس المساحه بالليدات بالكلام الجميل ده كله، بالنهايه هنا ثابت برضه دريسنج، خدت بالك؟ فيعني بقدر المستطاع. نرجع بقى للارض الجميل هنا غسالة الاطباق ما شاء الله. وعلى فكره هو احنا كنا مقاس الغساله هي اتغيرت، ما كانتش كده يعني، هي كانت معموله المساحه دي على قد دي، ولكن الغساله اتغيرت فلسبب ما يعني، بس هي ما شاء الله نقدر نقول معقوله يعني الحمد لله بفضل الله. هنا طبعا مشكله الحوض اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا فيها، ويا جماعه بالله عليكم زي ما قلت لكم ان دي مشاكل ما ينفعش تعدي، يعني مش حابب اتكلم فيها تاني، ولكن والله العظيم من اكتر الاسئله اللي بتتسال لي او ايه المشاكل اللي بتواجهنا وبتقابلنا. هنا طبعا الغساله بتاعت الهدوم، انا هنا مثلث الحركه معايا تمام قوي، بوتاجاز، ثلاجه، هنا الحوض، الغساله جنب الحوض، غساله الاطباق قريبه جدا، اقرب حاجه للمطبخيه نقدر نقول، والنهايات هنا الثوابت بتاعتنا. طبعا يا جماعه المطبخ ده كلادين نحاسي، من المطابخ الجميله قوي ومن الالوان الجميله قوي اللي احنا بنحب نشتغلها، يعني تعتبر يعني بعيده شويه عن المألوف. تمام. طبعا هنا بقى الجزء ده طبعا انا واحد من الناس بعتبره من الاجزاء اللي ما ينفعش ان احنا نفوتها، التربو. وده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا 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 في المطبخ. طبعا بخصوص التربو يا جماعه كان حصل كام سؤال بالنسبه للتهويه بتاعه التربو، لان دي اهم حاجه طبعا، لان بيكون موجود فيه خضار كده كده كده، فطبعا دي اهم حاجه. طيب اولا انا عندي هنا الهوايات، تمام، ودي هوايات من التربو اللي ورا مباشر. طيب تاني حاجه عملناها بقى، يعني ربنا يبارك له باشمهندس رامي يا رب ويحفظه ويخليه لينا دايما، يعني بيطورنا بالجديد ودايما حابب ان احنا نكون، يعني هو بيتعامل معانا ان احنا
مش كمؤسسه، احنا عياله كلنا، فبيأسس فينا ان انت لا تمشي وانت مش راضي على الشغل، وفي نفس الوقت ما ت... انت بتضيف ايه للشغل. فلا بد من حاجه زي كده. الهوايات هنا الجزء هنا من الداخل ما فيش فيه مقبض ولا هنا فيه مقبض، فاذا ان التربو واخد تهويه من فوق ومن الجنب، ودي حاجه يعني بفضل الله يعني بتتميز بيها المؤسسه بتاعتنا. مطبخ جميل، الحمد لله بفضل الله. مشاكل كتير قابلتنا ولكن اتحلت بفضل الله، ويعني الحمد لله. ودعواتكم لينا، وان شاء الله باذن الله انتظروا الفيديو على القناه. رامي سليمان، الباشمهندس رامي سليمان، يا رب ربنا يبارك له يعني ويخليه لينا يا رب. دمتم في حفظ الله.